اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة نجم التوقعات. معانا النهاردة توقعات جديدة لمباراة يوم 26 مارس 2025 في تصفيات كأس العالم وأمريكا الجنوبية، وكمان الدوري المصري القسم الثاني. فقبل ما نبدأ ما تنساش تنضم في قناة التليجرام، هتلاقي الرابط بتاعها في أول تعليق. ويلا نشوف مين الأقرب للفوز النهاردة. معانا ماتش الأرجنتين والبرازيل. الماتش ده كلاسيكي طبعا. الارجنتين في الصداره ب 28 نقطه، والبرازيل في المركز الثالث ب 21 نقطه. تمام. الارجنتين محتاجه نقطه للتاهل يا جماعه، والبرازيل عايزه تعوض خسارتها الاخيره. ماتش هيكون حماسي جدا. جدير بالذكر ان النجمين ليون ميسي ونيمار هيغيبوا عن الماتش بسبب الاصابه. فالتوقع في الماتش ده ان البرازيل هتسجل هدف الماتش ده. تمام. البرازيل لازم هتسجل الماتش ده. تمام. نخش لتاني توقع. معانا كولومبيا وبرواي. تمام. كولومبيا في المركز السادس ب 19 نقطة، وبرجواي برضو المركز الخامس ب20 نقطة. الفريقين تقريبا في مستوى قريبين، فالمباراة هتكون متكافئة شوية. فاحنا هنعمل هنا، هنلعب على ان الماتش ده اخر ماتش لعبوه. الماتش ده مش هيجي فيه اقل من 3 اهداف. تمام. تمام. معانا ماتش ايه تاني؟ فنزويلا وبيرو. فنزويلا عندها 12 نقطة في المركز الثامن، وبيرو في المركز التاسع ب10 نقط. الفريقين بيعانوا في التصفيات، بس فنزويلا عندها أفضلية في الأرض يعني وكده. فالماتش ده بنسبة كبيرة إن فنزويلا هتكسب الماتش ده. تمام. نعمل فرصة مزدوجة فنزويلا. تمام. عندنا آخر ماتش في التصفيات دي تشيلي والإكوادور. تمام. تشيلي في المركز العاشر ب9 نقط، والإكوادور في المركز الثاني ب22 نقطة. الإكوادور متفوقة في التصفيات يا جماعة، وتشيلي بتحاول تحسن موقفها مش أكتر. الإكوادور هنا هتكسب. فوز الإكوادور أو فرصة مزدوجة. تمام. تمام. لسه معانا ايه؟ معانا بقى ماتش سبورتنج. تمام. ورايا. المباراة دي برضو متكافئة بين الفريقين، والتعادل وارد في المباراة دي. فالتوقع فيها صعب شوية، لأن المباراة يعني هتبقى رخمة. فالمجموعة هنخش على المجموعة نعمل أقل من 3 أهداف في الماتش كله. تمام. تمام. لسه معانا ايه؟ ماتش سكة الحديد وبروكسي. سكة الحديد بيقدم موسم ممتاز وداخل منافسة على الصعود كمان، وبروكسي عنده مشاكل دفاعية. يعني التوقع فوز السكة الحديد، فأنا هعمل فوز السكة الحديد. تمام. تمام. وبس كده نكون خلصنا النهاردة التوقعات. ودي توقعاتنا لمباراة بكرة. شاركونا بقى آرائكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. سلام.